الأسئلة الوجودية أو الدينية للأطفال يعني من الحاجات اللي لازم إحنا نَفْسنا تكون جوانا إن إحنا ما ننتظرش منهم تأثُّر جامد، أو ما ننتظرش منهم إن هم سمعوا الإجابات دي فمثلًا إيه هيسقّفوا، هيعيّطوا، هينبهروا، هيتأثّروا، لأ، هو بالنسبة لهم سؤال من التساؤلات الكتيرة اللي عنده في الحياة. كان كتير أصلًا من الإجابات اللي أنا جاوبتها أنا كنت دايمًا باراقب الطفل اللي قصادي، يعني الطفل اللي قصادي أنا باقول له إجابة، باشوف هي الإجابة دي ماشية معاه والّا مش ماشية معاه. في بعض الإجابات أنا حذفتها أصلًا من البرنامج، ليه؟ أنا كنت ابتديت الإجابة وبعدين لقيت إن الطفل اللي قصادي ده مش مركّز فيها، مش عارف يفهمها، مش هيوصل للي أنا عايزة أوصّلها له من النقطة دي، فخلاص غيّرت. لإن الفكرة مش بس في المرحلة العمرية اللي بنجاوب فيها على الأطفال، وطبعًا طفل 5 سنين غير طفل 10 سنين غير حد 15 سنة، لأ هي مش بس المرحلة العمرية، هو كمان طريقة نمط الشخصية وطريقة التفكير. في بعض الأطفال 5 سنين ممكن يكونوا بس عندهم عمق جدًا، وفي ممكن أطفال عندهم 10 سنين بس شخصيتهم ما فيهاش عمق، هم إجماليين، سريعين، فعايزين الإجابات السريعة، عايزين الحاجات اللي من برّه، مش عايزين تروحي معاهم لعمق وتفكير أوي، نمط شخصيته كده وطبيعته كده. فإحنا وإحنا بنجاوب على ولادنا يعني نخلّي بالنا من عينيهم، لإن هي بتقول لنا إذا كانت إجابتنا دي مناسبة والّا لأ. طبيعي إن ممكن إجابة جاوبتها على طفل معيّن من اللي كانوا معايا لو اتعرضت نفس الإجابة على ابنِك أو بنتِك ما يقتنعوش بيها. طبيعي جدًا، ليه؟ أنا جاوبت بناءً على الأطفال اللي معايا، لو كنت حسيت إن الأطفال اللي معايا ما اقتنعوش كنت رُحت معاهم لدليل تاني، لمنطقة تانية، استخدمت معاهم شوية حاجات عقلية مثلًا عشان يعرفوا يفهموا الموضوع بشكل مختلف، فكل ده إحنا بنعمله بناءً على عيون ولادنا، هم فاهمين اللي إحنا بنقوله والّا لأ؟ هم مستعدين للكلام؟ بعض إجاباتي على بعض الأسئلة كانت مختصرة جدًا، الإجابة ما ينفعش أختصرها أوي لدرجة إنها ما تبقاش إجابة. بس في نفس الوقت ما ينفعش أبدًا إن الإجابات أطوّلها لدرجة إن الطفل اللي قصادي يبقى زهقان جدًا منّي ودماغه تسرح في مليون حاجة تانية وهو أصلًا مش معايا في الإجابة. فلازم دايمًا أبقى عندي إدراك للشخص اللي قصادي، الطفل اللي قصادي ده هو مستقبل كلامي والّا لأ، هو عايز أطوّل والّا عايز أختصر، هو فِهم الدليل ده والّا محتاج دليل تاني، هو أنا ممكن أكون في بعض الأوقات اتعرضت عليَّ أسئلة، ده حصل في البرنامج، اتعرض عليَّ أسئلة أنا ما أعرفهاش. أو بمعنى أصح ما أعرفش بالنسبة للسن ده تتقال إزاي، فكل ما هنالك كنت باقول له إيه، طب استنى لمّا ندوّر، أنا عندي إجابة، بس أنا حابة إن أنا أدوّر تاني وأشوف كلام الشيوخ فيها إيه وأرجع أقوله لك، لإن فكرة إنك تعرض ممكن موضوع كبير جدًا، بس عشان تعرضه على طفل الموضوع محتاج طريقة مختلفة تمامًا، حد كبير يسألك غير طفل يسألك. قدرة الاستيعاب مختلفة، والمدخلات اللي داخلة له غير المدخلات اللي داخلة للكبير، فكل ده إحنا بنفهمه لمّا نراقب عيون أطفالنا. اللي أنا عايزة أقوله الإجابات اللي جاوبتها دي ما كانتش إجابات هي الفاصلة وهي النهائية وهي اللي ما فيش إجابات تانية غيرها، في إجابات تانية كتيرة جدًا، 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 لكن يمكن أنا اخترت الإجابات دي بناءً على الأطفال اللي كانوا معايا. الأطفال اللي كانوا معايا أنا أعرفهم بشكل شخصي وهُم اتكلموا معايا كتير قبل كده في حاجات كتيرة جدًا، سواء في الدنيا، في الحياة، لعبنا مع بعض. قضّينا بقى وقت مع بعض بشكل عادي جدًا في الحياة كده، سألوني حاجات دينية قبل كده، فأنا وهُم متعودين على الحوار مع بعض، أنا وهُم عارفين عارفة دماغهم شوية رايحة فين وجاية منين وواصلة لفين والكلام ده كلّه، فلمّا كنت باجاوب أنا كنت باجاوب بناءً على اللي قصادي، وأنا عارفة إنه في بعض الأطفال اللي بيتفرّجوا علينا هيبقوا شبه نمطهم. دماغهم شبه دماغهم، هيقتنعوا بشبه إجاباتهم، لكن طبيعي إنه في أطفال تانية وعقليات تانية وشخصيات تانية ممكن تكون عايزة بعض الإجابات بشكل تفصيلي أكتر، عايزة بعض الإجابات عقلانية أكتر. وهكذا، فبيختلفوا ومش كلّهم زي بعض، وإنه الإجابات اللي أنا قُلتها دي إجابات مش نهائية، ممكن يكون حد قاعد كبير قدّامي أو طفل يعني برضه أكبر سَنة أو سنتين أو حتى من نفس السِن مش مقتنع بالكلام اللي أنا قُلته، كل ده عادي جدًا، ندوّر له على إجابات تانية، لإن في إجابات كتيرة جدًا غير اللي أنا قُلتها، بس أنا اخترت بعض الإجابات اللي تكون سهلة ويسيرة للأغلب. لكن لو ابنِك أو بنتِك ما اقتنعوش بالكلام اللي أنا قُلته، عادي جدًا دوّري لهم على إجابات تانية، وما أكثر المشايخ والدعاة والمُربّين اللي اتكلّموا عن الإجابات اللي أنا قُلتها دي على اليوتيوب والإنترنت. عملت البرنامج ده عشان أسئلة ولادنا اللي أوقات بتحيّرنا قبل ما تحيّرنا، عشان كل أم تبقى واثقة وهي بتناقش، وتعرف ترُد على الأسئلة اللي بنتفاجئ بيها كُلّنا، وعشان الأطفال يعرفوا إن سؤالهم مش غلط، وإن السؤال ممكن يكون عبادة تقرّبهم من ربنا. نسأل ونفكّر، فنفهم ونتطمن، سؤالك عبادة.